عندما تجد عباقرة في الهند يعبدون البقر، وجراح أعصاب ملحد لا يرى في خلق الله إتقان، ودكتور جامعة يناقش الله في الميراث، وأديبا في اللغة العربية يعترض على فصاحة القرآن، ومفكر يرى بعض شعائر الدين رجعية وتخلف. وفي المقابل، تجد رجلا بسيطا يقوم في عز البرد القارس ليصلي الفجر، وتجد امرأة عجوز طاعنة في السن لا تعرف القراءة والكتابة، ومع ذلك لا تترك قيام الليل وصيام النوافل، وترى شيخ عاجز ينهض على عكازه متجها نحو المسجد لأداء صلواته. فاعلم أن المسألة لم تتعلق يوما بالعقول أو الشهادات، إنما بالقلوب. قال جل جلاله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.